ساعة موضوع الهيصة بتاعت الطيبات دي، وفي حاجة في الفراخ حاصلة مش فاهمها. الفراخ سعرها نزل والإقبال عليها قل. الفراخ سعرها نزل والإقبال عليها قل، لدرجة إن أنا ابتديت أسمع كلام من بعض مزارعي ومنتجي، مزارعي مش بيزرعوا الفراخ طبعا، هي مزارع الفراخ قصدي، ومنتجي الفراخ وكذا، إنه البيع دلوقتي، سعر البيع دلوقتي ما بيجيبش سعر التكلفة. الكلام ده صح ولا مش صح؟ الله اعلم. انا بس بايه، بنقل لحضراتكم ما يقال وما يتردد. بعض الناس دلوقتي العاملين في مجال الدواجن والفراخ بيقول لك انه السعر اللي بيتباع بيه الفراخ دلوقتي ما بيجيبش سعر التكلفه وما بيربحش وما بيوفيش. بس هنعرف ونتاكد من المعلومه دي. بس هو الاكيد انه سعر الفراخ في السوق نزل والاقبال على الفراخ كمان نزل. ليه وازاي؟ هنعرف. صديقي العزيز دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. مساء الخير يا ثروت بيه. مساء الخير استاذ سامر، اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. تمام يا فندم. ايه اللي حاصل في الفراخ؟ في الحقيقه احنا عارفين الدواجن بنسميها الدواجن الحيه لانها سلعه شديده الصعود، يعني شديده المرونه صعودا وهبوطا وفقا لاليات العرض والطلب. صح. فعندنا انتاج كبير جدا، في زياده في الانتاج جوازت 25% عن السنه اللي فاتت. كويس. نتيجه انتظام الاعلاف وقبول المربين على دخول الدورات. فأصبح في إنتاج كبير جدا، فيقابله على الجانب الآخر في تراجع في القوى الشرائية نتيجة عوامل كتيرة جدا، منها طبعا ظروف الامتحانات والدروس وخروج العيد من عيد الأضحى. طبعا كان في لحوم أضاحي، سواء الناس اللي بتذبح أو الناس اللي بتستقبل الأضحية. فطبعا في تراجع في القوى الشرائية، فطبعا ده أدى بشكل كبير جدا إلى تراجع الأسعار. تكلفة الكيلو النهارده، انت قصدك ان العوامل دي أدت إلى ضعف الإقبال، فبالتالي أدى إلى تراجع الأسعار. بالظبط. طب معلش سؤال صغير بس، علشان أنا بحب برضو الكلام ما يعديش عليا كده، وأنت برضو أستاذ. اتفضل. اللي حصل ده في الوقت ده اللي هو بعد العيد والامتحانات والعناصر اللي حضرتك قلتها دي، هل ده كان بيحصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها؟ طول عمر ده على مدى سنوات طويلة جدا. بس السنة دي كان معانا يقابلها زيادة في الإنتاج زي ما قلت لحضرتك. فطبعا دوت يعني ضعف الإقبال ده مش جديد، ده بيحصل كل سنة في الوقت ده، إنه الإقبال والشراء بتاع الفراخ بالنسبة للمواطنين بيقل. طبعا لسه لحد النهارده في ناس النهارده عندها لحمة العيد يا أستاذ تامر. احنا عارفين الناس بينتظروا العيد من سنة لسنة، ده موسم لحمة. لكن يقابله هذا العام بقى في زيادة كبيرة في الإنتاج زي ما قلت حوالي 25%. فأدى لتراجع كبير جدا في الأسعار. النهارده تكلفة الكيلو تتجاوز 75 جنيه. البيع في المزرعة كان ب55 الأسبوع اللي فات، النهارده ب57 58. فكل فرخة طالعة بتخسر حوالي 35 40 جنيه. فخسارة كبيرة جدا، نزيف خسائر. كل فرخة طالعة تخسر 40 جنيه؟ طبعا الفرخة 2 كيلو. كل ساعتك التكلفة النهارده 75، بيبيع وهي بتتباع بكام في السوق دلوقتي؟ النهارده بتتباع من 65 ل 70 72. فطبعا دون التكلفة بشكل كبير جدا، فده عمل نزيف خسائر كبير جدا عند المربي. أساس توازن الأسعار وأساس النهارده تراجع الأسعار هو الإنتاج والإتاحية. وده بيجي منين؟ من وجود المنتج على مدار 6 دورات في السنة. طب أنا مش فاهم يا ثروت بيه، هو مش المفروض أنت طبعا يعني أنا بنتكلم دلوقتي على قواعد عامة، مش إحنا المفروض نبقى فرحانين إن كل ما الإنتاج يزيد ده يؤدي إلى زيادة المعروض، فبالتالي يبقى فيه تنافسية وقلة في السعر، فده في مصلحة البلد ومصلحة المستهلك؟ شيء جيد جدا، بس لازم النهارده طرفي المعادلة، مستهلك بسعر جيد وفي نفس الوقت المنتج يغطي التكلفة عشان يقدر يستمر في الإنتاج. تمام. لكن وجود النهارده خسائر، طب المنتج مش هيستمر، هيخسر الدورة الثانية مش هيكمل. فلازم يكون في توازن النهارده. وده بيتأتى منين؟ الموضوع يعني في مواسم وفي أوقات بيصير في أسعار عالية
وفي وقت النهارده بيبقى فيه الاسعار منخفضه. وده كل طبعا بيرجع كمان لارتفاع اسعار العلف كمان. لا، النهارده اسعار العلف يعني جيده وثابته وفيها كمان تراجع، لكن التكلفه النهارده عاليه، التكلفه كبيره جدا. مم. اذا النهارده شفت سعر البيع، ففعلا في نزيف خسائر كبير جدا عند المربين. طب انا في ثانيه بس، فطبعا عشان عندي في ثانيه انا عايز اعرف، طالما حضرتك بتقول ان سعر العلف جيد والقصه معقوله، الخساره بتيجي منين؟ بتيجي النهارده ان البيع اقل من التكلفه. البيع النهارده 55 جنيه، النهارده سعر ضعيف جدا مش جايب التكلفه واللي خالص. بيبيع ده بيبيع بخساره؟ اه لازم، ما هو عرض وطلب، دي فراخ حيه تتباع يوم بيوم، وجبه بوجبه، لا تقبل اه التخزين اه. ولا تقبل النهارده اي شيء من الاحتكار. ده يوم بيوم فكده بتتباع كده وجبه لازم بوجبه. يتخلص من المنتج اللي عنده. فكان لازم النهارده، لازم الجهات المعنيه، لازم هيئه الساعه التموينيه، لازم وزاره التموين امم. تدخل تسحب الفائض النهارده وتذبحه مفهوم. وتخزنه في الثلاجات في اوقات الذروه اللي اه. فيها اسعار عاليه، تضخه طيب. ليحصل توازن، بدل ما نستورد من الخارج بالدولار في اوقات الذروه، لا مم. نستورد من الداخل ونشجع المربي ونحافظ على المربي. مفهوم. زي ما نبص للسعر العادل النهارده للمستهلك، لازم نشوف السعر العادل للمنتج عشان يستمر في الانتاج. وصلت يا دكتور، وصلت يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. والقصه دي بقى محتاجه لها قعده كده ووزنه، لانه الفراخ سلعه استراتيجيه مهمه في كل بيت، فلازم المربي ما يكسبش كتير، بس كمان لازم على الاقل ما يبيعش بخساره يعني.